الحزب وبين فرع بنزرت الزوز اصدروا بيانات تنديد بالعمليه هذه. معناها ما نتصورش انه واحد ينجم يزايد على حكايه العلم، مش مقبول ومش معقول. تبقى عمناول كانت عمليه مسقطه على الواقع، كانت احتجاجات داخل الكليه، معناها حتى حد ما فهمش كيفاش تنحي علم تونس وتحط علم اخر في مكانه. معناها نحيت مشروع الدوله الوطنيه اللي ماتوا من اجله التوانسه وتحط علم اخر، معناها عمليه ايديولوجيه، مشروع اخر ما عنده حتى علاقه. هذه في اطار احتجاج شباب، تو نشوفوا احنا ربما الابحاث تصير ووقفوهم الى اخره، شباب في وضعيه احتجاج قصوى مرفوض ومدان وما يلزموش يصير. وهذا اخفاق المدرسه، وتو نجيو الموضوع الاخر فهمتني، المدرسه وهل اللي كان يحكي عليه توا زياد، هل المجتمع اللي يصبح مفتت وهالجهويات، هذا الكل يدخل في هذا. لكن ما فماش نيه نتاع نحي تونس ونجيب لكم بلاد اخرى ولا اخره. هذه عمليه مدانه بكل المقاييس، ولكنها عمليه محصوره، ما تنجمش تقول عندها مشروع خلفيه وراها ولا ايديولوجيا وراها. في الاخر كانت عمليه خطيره، نحي لكم الدوله اللي تبناها، اللي ماتوا من اجلها التوانسه واللي ضحاوا واللي بناوها من اكثر من 50 ولا 60 سنه، ونعوضها بشيء اخر راهو مسقط عليكم وجايكم وباش نفرضوا عليكم بالقوه. هذا شيء خطير جدا، معناها مشروع كامل. هذه عمليات حجيه تصير في كل بلدان العالم، ندينوها احنا في تونس، ماهيش من تقاليدنا ويلزم نقفوا قدامها. ولكن هي لكن فقط قدامها كيفاش؟ شو لازم نعمل اللي في عمليه احتجاج كيما هذيك وغضب كبير وعنف. ردوا بالنا في التنديد السريع، ردوا بالنا في الوضعيات هذه، ما نزيدوش نأجلوا الوضع، ندين ولكن نردوا بالنا، لأن الوضع مازال أهدى كان اليوم. مش هذه 4 منا جاوا في كلية ووقفوا شغال وهبطوا وطلع. هذه عملية بلاد كاملة، مدينة كاملة قاعدة تحترق. ردوا بالنا في ردود الفعل، مش هاني أنا دنت الأولاني وأشد الكلام ودرجنا وزدت أججت وزدت غضبت الشباب هذاك وزادوا حرقوا أكثر. ردوا بالنا في هذوم، لأنه زوز عمليات مختلفة، واحدة مسقطة ما كان. هذه عمليه في جو سخون كامل، ناس حسوا رواحهم وهم خاطئين انهم مظلومين وظلم، وان البلاد هذه مش قاعده تظلم فيهم، والثوره هذه ما عطتهم حتى شيء والبلاد تظلم فيهم. فكانت رد فعل هذيك، ردوا بالنا في ردود فعلنا احنا من ردود الفعل هذه.